ازاي تزود رجولتك او تزود عضلاتك او ازاي تخلي التمرين بتاعك في حتة تانية. طالما قلنا زيادة وزيادة وزيادة، نعرف ان الموضوع ليه علاقة بهرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة. هنعرف في الفيديو ده ازاي نزوده طبيعي طبعا، وايه الحاجات اللي بتقلل افرازه. من الاخر اعمل لايك ويلا بينا على الفيديو. احب افكرك يا صديقي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله. هرمون التستوستيرون الهرمون البناء، الهرمون المسؤول عن زيادة عضلاتك، هرمون المسؤول عن اللي يخلي مزاجك كويس، هرمون المسؤول عن كل حاجة في حياتك حلوة، هو المسؤول عنها. فعشان كده لازم نعرف ايه الحاجات اللي بتقلل افرازه وبيمشي بشكل طبيعي ازاي في جسمنا. اول حاجة، بما اننا اشخاص طبيعيين ولا بندخل تيست خارجي من بره كحقن او كاي حاجة من بره، دورة التيست بتمشي معانا كمدار اسبوع. ان مثلا بتبقى في اول يومين 20%، تاني يومين اللي هو رابع يوم مثلا توصل ل 25 30%، لحد ما تيجي سابع يوم توصل 40، بكتيرك قوي 45% كحد طبيعي. بعد اليوم السابع يزيد تاني يقل تاني ويبدأ يتفرز من اول وجديد. ولكن في عادات غلط احنا بنمشي عليها، واحنا مثلا طالعين في اليوم الثالث لسه هيعلى 30 او 40%، نروح واكلين حاجه غلط او ما نتمرنش او نعمل اي حاجه من اللي انا هقولها لكم دي، يبدا ينزل تاني ل 10% ويفضل قليل بالعادات الغلط ان احنا بنعملها. طب حاجات غلط زي ايه؟ تاكل سكر كتير، مزود الحلويات قوي، بتاكل موالح كتير جدا، اكلك كله عباره عن زيوت ودهون كتيره جدا، بتشرب مشروبات غازيه بكثره. كل دي حاجات بتقلل من افراز هرمون التستوستيرون. كمان في حاجة مهمة جدا، ان يكون عندك اي فيتامين ناقص. يعني ايه؟ يكون عندك فيتامين دي ناقص في جسمك، او فيتامين سي، او فيتامين ايه، او فيتامين بي. اي فيتامين يكون ناقص عندك بيساعد او بيقلل ان هرمون التستوستيرون ما يتفرزش في جسمك بنسبة او بشكل الطبيعي. عشان هرمون التستوستيرون يتفرز لازم يكون كل جسمك كومبليت كفيتامينات عشان يتفرز بنسبته الطبيعية. طيب انت عمال تقول لنا ايه الحاجات اللي بتقلله، طب ازاي نزوده؟ طيب اول حاجه عشان نزوده لازم ننظف الاكل. طب ننظف الاكل ازاي؟ ان نشيل منه الزيوت، نشيل منه السمنه. طب انا عايز احمر الاكل، احمره بزيت زيتون. من الاخر انك لازم تمشي على دايت متكامل، مش بس تاخد البروتين اللي جسمك عايزه ولا الكرب ولا الفات، لا، انك تاخد الفيتامينات والمعادن اللي جسمك محتاجها. ان لما تحسب مثلا لقيت في جسمك كله او في الاكل اللي انت بتدخله الزنك قليل، هتضطر انك تدخله كمكمل او كبرشام او كده فيتامين من الصيدليه من بره. المهم انك لازم جسمك ياخد اللي هو عايزه عشان يديك اللي انت عايزه. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان لازم تلعب اي تمارين مقاومه، سواء جيم، العاب قوه. المهم ان التمرين اللي هتلعبه او التمارين اللي هتلعبها تكون تمارين بتقاوم او بتعمل قوه ومقاومه فيها او بتشيل اوزان فيها، لان ده بيحفز او بيساعد ان هرمون التستوستيرون يتفرز بشكل اكبر. وكمان عشان انت حبيبي هديك اكلات هتساعد ان هرمون التستوستيرون يتفرز بشكل الطبيعي وبنسبة كبيرة. اول اكلة يا معلم هي الاسماك بجميع انواعها. اي اكلة سمك فيها فسفور كتير، مبروك عليك، التست حاليا بقى عالي. كمان حبوب جنين القمح، الحبوب دي قوية جدا وبتساعد ان هرمون التستوستيرون يزيد. هقول لك بقى نوعين من الفاكهة جبارين في زيادة التستوستيرون. اول حاجة الافوكادو، تاني حاجة الرمان. وهتلاحظ فرق كبير جدا في مستواك في التمرين، هتلاحظ فرق كبير جدا في زيادة حجم عضلاتك، لان هرمون الذكورة زاد، وطالما زاد يبقى الحجم العضلات بتاعك هيزيد، وغير كده انت محافظ اكل فاجباري حجمك هيزيد. غير الصحة نفسها، صحتك هتختلف 180 درجة. انت كنت راجل ماشي غلط والتست عندك واطي ومزاجك، وهير التست عارفين ان هو بيساهم في كل حاجة، سواء مزاجك مخنوق مش مخنوق، كل ده بيبقى من التست، فهيغير حياتك خالص. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وما تنساش اهم حاجة انك تصلي على النبي.